عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي في قناة عائلة أحمد وداليا. وحشتوني جدا جدا جدا، أحبكم في الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض القرنبيط بطريقة سهلة وبسيطة بتكاته وحركاته. هنعمله من غير بيض ومن غير لبن، ويبقى كده حاجة مقرمشة وجميلة. قبل ما نبدأ ونقول هنعمل ايه، هقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا حبايب قلبي، احنا كده اهي قطعنا القرنبيط مع بعض وغسلناه غسله كويسه اهو. احنا بنعين الحتت دي بنقشرها كده زي ما انتوا شايفين. انت بقى على حسب الوردات اللي انت عايزاها. انا مقطعها بالشكل دوت. تمام. هنجيب حله بقى هنحط فيها القرنبيط بتاعنا، بس هنخلي العروش اللي هي من تحت دي هنخليها تحت كده، لان هي اكتر حاجه بتبقى ناشفه يعني، فاحنا عايزينها تتسلق على طول اهو. نخليها من تحت كده ونخلي الظهر نفسه اهو يبقى من فوق كده. تمام. معانا كمون وحبة ملح اهو. هندلق كده القرنبيط بتاعنا، وبعد كده هنحط ميه سخنه زي ما احنا شايفين كده اهو، زي ما احنا شايفين. وبعد كده هنرفعه على البوتاجاز لمده 10 دقايق، وبعد كده هرجع لكم تاني اقول لكم هنعمل ايه. خليكم معايا، ما تروحوش في اي مكان. يلا حبايب قلبي اقول لكم هنعمل ايه. احنا هنا حطينا 3 معالق ونص دقيق كبار. تمام. هننزل عليه بالخضره بتاعتنا اللي هي الكزبره والشبت بالشكل ده كده، معاها كمان عودين بقدونس اهو زي ما احنا شايفين كده. وكمان معلقه من البيكنج باودر اهو، معلقه كبيره كده من البيكنج باودر. وبعدين هننزل بالتوابل بتاعتنا اللي هي دي. ادي كزبره، دي كزبره، دي شطه، ملح، كمون، ده توم مهروس. هنفضي الخلطه كلها كده، التوابل كلها اهو بالشكل ده كده. وكمان هننزل بمعلقه صلصه. هنقلب ده كل المكونات دي كلها مع بعض. هنقلب وبعد كده هنضربها بمضرب البيض. هنضرب بقى المكونات دي كلها بمضرب البيض بالشكل ده كده. بعد كده هننزل بالميه بتاعتنا تدريجيا كده. بصوا كده القوام بتاع الخلطه بتاعتنا اهي. انا عايزاها بالقوام ده، لا تبقى تقيله قوي ولا تبقى خفيفه قوي اهو. ادي القوام. انا نسيت اقول لكم بس هزود سنه قرفه صغيره. اللي عايز يحط قرفه يحط، مش عايز براحته. التوابل دي طبعا دي حريه طبعا اهو بالشكل ده كده. خلصنا الخلطه بتاعتنا اللي احنا هنحط فيها القرنبيط. هنا بقى انا جايبه طبق تاني لوحده اهو. هنا انا حاطه دقيق 3 معالق دقيق و3 معالق من النشا اهو. ضربتهم الاتنين مع بعض اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتعالوا معايا نشوف هنعمل ايه. خليكم معايا ما تروحوش في اي مكان. طبعا احنا حطينا حاجه اهوت للزيت يسخن، وبعد كده هنحط القرنبيط بالشكل ده كده. القرنبيط اللي احنا سلقناه مع بعض اهو. هنقلب كده نخلي القرنبيط يشرب من الخلطه دي كده اهي. وبعد كده نروح مطلعين القرنبيطه كده، هنحطها في الطبق اللي فيه الدقيق والنشا بالشكل ده كده. بعد كده في الطبق اللي فيه الدقيق والنشا
صفي طبعا كده اهو بالشكل ده، ونحط في الطبق في الدقيق. بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل كده اهو، وبعد كده هنحطه في الزيت اهو. احنا كده بنقلي القرنبيط اهو زي ما احنا شايفين كده. كده حبايب قلبي اهو نكون خلصنا القرنبيط بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. احلى قرمشه دي ولا ايه؟ وده الزيتون اللي احنا كنا مخلينه مع بعض. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.